السلام عليكم، وش راكم؟ صحة رمضانكم. اليوم حندير معاكم الديول، أسرار الديول. نوريه لكم بكل أنواع الأسرار تاوعو على بركة الله. نحو النوار، المقادير هي: عندنا كيلو تاع دقيق. السر الوحيد في الديول هو نوعية الدقيق. أنا نستعمل ماما، ما يعادل 7 كيسان. كأس من الفارينة، ملعقة من الزيت. السر الثاني هو الزيت، نديروا لها ملعقة باش ما تلصقناش. عندنا هنا 10 غرامات من الملح، بطبيعة الحال الماء باش نشمخو الديول. نجيبو إناء نديرو فيه الدقيق، نزيدو الفارينة، كأس تاع الفارينة تعطيها باش ما يقعدش يابس، الديول يقعدوا طرايا. وملعقة الزيت. بطبيعة الحال 10 غرامات من الملح باش ما يجوش الديول مسوسين. نشمخو هذا المواد بالماء. نشمخو تدريجيا، روحوا معاه بالعقل باش ما يخسرناش، خاطرش لا جرانا الديول ما يجيناش الشباب، يتكسر لنا وما يجيناش الشباب. لازم نروحوا معاه بالتدريج بالماء بالعقل. ليمو العجينة، ندلكوه مليح. السر الديول هو الدليك. قد ما ندلكوه مليح، ندلكوه ونخلوه يريح واحد 10 دقايق، ونعاودو نولو ليه ونزيدو ثاني. ندلكوه شوية، نتلقوه شوية، ونعاودو نولو ليه باش يخدم لنا. الا ما دلكناهش مليح ما يجيناش، يتقطع عنا. واللي عندها البيتخا تستعمل البيتخا، من الأحسن تستعمل البيتخا. واللي ما عندهاش تدير بيديها وتخليها هك تريح 10 دقايق، ونعاود نولي ليها. نديرو لها الماء ونتركوها بعد ما ريحت 10 دقايق. ندلكوها جيدا. كل ما تنشف نزيدو لها الماء.
ندلكوها ومن بعد نخبطوها باه دير لنا بامبولات. هذا هو السر تاع الديول. هذا البنابل هما باش يخلوا الديول يجينا شباب. نخبطوه جيدا بإضافة الماء. نزيدوا الماء كل ما تنشف العجينة نزيدوا الماء حتى تولي القوام تاعها هكا لاستيكي. هذا هو القوام تاع الديول باش ما تلصقناش، تولي كي لاستيك. هذا هو السر الوحيد تاع الديول. كي تنخبط تجينا مليحه ما تتقطعش. هذه هي. ودير بامبولات. نجيبو الطابونه تاعنا نحطو تحتها كرتونه باش الدنيا تبقى لنا نقيه، خاطرش الديول يدير التخش تاعو. نجيبو الطابونه نشعلوها نقصوا لها النار. هذه هي السنيوه تاعي. عندي 4 سنين من اللي شريتها. العام فات ديتها لساحة الشهداء، قزبنتها سنة ما زالت تخدم لي. حطوها على نار ناقصة ونبداو، خلوها تسخن ونبداو. بعد ما سخنت السنيوه تاعنا نمسحوها بقطره زيت. نديروها في منديل نقي ونمسحوها بقطره زيت. انا يا ما نمسحهاش خاطرش سنيوتي ما تلصقش. هاي لصقت لي. نعاودو واحده اخرى. نخبطوا العجينه في السنيوه، نخبطوها. انا نستعمل طريقه الخبط. نخبطوها ونعمروا كاع المساحات. وين تلصق لنا نسقموها. نجيبوا عجينه نديروا يدنا في الماء ومن بعد نديروا يدنا في العجينه. كي تلصق لنا ولا نسقموها بيدنا هكذا. نحوها بالعقل. نحوها ونحطوها في منديل نقي. نعاود معاكم واحده. نخبطوا كاع الجوانب. هاني نوريكم بطريقه جيده كاع الجوانب نخبطوا فيها الديول. نخبطوها وين تلصق تتنحى وحدها في الجوانب. وحدها تتنحى كي تكون السنيوه تخدم. انا قزبنتها في ساحه الشهداء اللي تلصق له يديها الفم يسكموها لهم وتتنحى. هاي ورقه الديول. ما مقطعه. نحطوها على خدها. نديروه على قفاه يعرق وما يلصقش. ومورق الديول. هنا كملنا الكميه تاع كيلو تاع دقيق. تقطع لنا قيس دزازن ديول. مورقين. في النهايه هاهو الديول تاعنا مورق. المره القادمه نوري لكم كيفاه ندير البوراك وندير السيكار. صحة رمضانكم والى الملتقى ان شاء الله.